على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة الخرطوم وبمحاذاة النيل الأبيض تقع قرية الكريدة التي لها وقع في وجدان السودانيين. تأتي أهمية هذه القرية من كونها مركزا لنشر علوم الدين والفضائل الاجتماعية منذ عشرات السنين. في مثل هذا اليوم من كل عام يتوجه آلاف السودانيين إلى زيارة هذه القرية، زيارة يتقدمها شيوخ أكبر مركز لتعليم علوم الدين والتنمية الاجتماعية في منطقة زريبة بولاية شمال كردفان، لكن الحضور من كل أنحاء السودان. الزيارة دي بننتظر بفارغ الصبر، بفارغ الصبر بننتظر، لأن فيها بنلقى فيها كل راحة النفس ومحبة الأخوان والتعارف بالأخوان. يعني ممكن أعرف واحد من الفاشل في الزيارة دي. التآلف المجتمع في النسيج السوداني كبير جدا، كبير جدا لدرجة أنه أصبح يعني الآن حتى من النتائج الصوفية في السودان أن في البرنامج الأمم المتحدة حازت على على المركز الثاني على مستوى المبادئ، فهم المبادئ في السودان. هذا كله دي نتاج جاي من خلال تربية صوفية. احنا كل الناس عم ننتظرها بلهفة وبشوق، وكل زول بجهز تجهيز لنا للزيارة دي. والله أي حاجة زي مناسبة العرس، أي شيء من الذبائح وحينات، أي شيء احنا بنجهز عشان الزيارة. جاءوا ليشهدوا منافع لهم لتقوية أواصر اجتماعية بالتركيز على قيم لطالما شكلت إطارا لحركة التصوف في البلاد. وتتجسد أهداف هذا التجمع الأكبر في جمعه لكل الأطياف والسحنات بطريقة عفوية كل عام لا تزدهي الكريدة التي لها قصب السبق حتى صارت بؤرة تشد إليها كل الأطراف. زريبة واحدة من المدارس التي طلعت من الكريدة، فتدرس كل علوم الدين والقرآن وعلوم الدين واللغة العربية وكل ما يحتاجه العبد العربي المسلم. فلو لم يكن في الزيارة إلا أن يلتقي المسلم بأخيه المسلم ويسأله عن اسمه واسم أبيه لكفى فيها. ورث الأبناء هذا التقليد عن الآباء والأجداد منذ أكثر من 100 عام، وأصبح تقليدا سنويا يجمع السودانيين من كل أنحاء البلاد في سبيل التآخي والتعارف في أهم المراكز التي كان لها الفضل في نشر الوعي والعلم في السودان. الليل هنا موصول بالنهار، حيث يجتهد المحتفون كل على طريقته الخاصة في التعبير عن مكنونات النفس وإحياء علوم الذكر ومدائح تحض على القيم النبيلة. الزائر هنا تتبدى أمامه لوحة تبدو متحدة ومكللة بالتمازج والتنوع باختلاف البقاع التي قدم منها المريدون. تجمع يحض على التماسك وتوحيد الصف في بلد يعاني كثيرا من الصراعات القبلية والخلافات السياسية. الطاهر المرضي، الجزيرة، من ولاية النيل الأبيض، الكريدة.